خليني اقول لك يا عزيزي اننا داخلين على اهم واكتر مشروع اتطلب مننا. المشروع اللي بيتهيألي ان اول حاجه بتيجي في دماغ اي حد بيفكر انه يفتح مشروع، الا وهو مشروع محل المنظفات. وعلى فكره المشروع ده حلو قوي وليه شويه مميزات، اهمهم ان لو هنقول ان الاكل هو اهم واكتر حاجه شغاله، فتقدر تقول المنظفات هي اللي بعده على طول. فركز معايا كده بقى وتعالى اما احكي لك قصه المشروع ده من اولها لاخرها. في البدايه حابب اعرفك ايه الاسئله اللي هنجاوب عليها في الحلقه دي. اقدر ابدا بكام؟ ازاي اختار المحل؟ ازاي اجهزه؟ ايه المعدات اللي هكون محتاجها؟ ازاي اقسم الفلوس اللي معايا؟ وايه البضاعه اللي هجيبها؟ واجيب بضاعه من فين بسعر كويس؟ ولو انا جديد في المجال ايه اللي هكون محتاج اتعلمه واقدر اتعلمه ازاي وفين؟ نروح لاول سؤال وهو اقدر ابدا بكام. باختصار شديد، عشان المحل يكون ملبي كل احتياجاتك وتقدر تتفرغ له، فانت محتاج تبدا كبير وبشكل محترم، فعلى الاقل انت محتاج 100,000 جنيه. نروح لتاني سؤال وهو ازاي اختار المحل. لازم المحل اللي هتختاره تراعي فيه شويه شروط. واحد، تكون مساحه المحل كويسه، ولو بقت واسعه فده افضل بكتير. اتنين، بلاش تفتح جنبه منافس، حاول تخلي بينك وبينه مسافة عشان تعرف تشتغل. تلاتة، يكون وسط كثافة سكانية، يعني منطقة مليانة ناس وزحمة بالسكان على طول. أربعة، ما تروحش تدفن المحل بتاعك وتقتله بدري بدري وتفتح في شارع مدفون داخلي، لا، حاول تفتح في مكان ظاهر أو شارع رئيسي بحيث يكون في ناس كتير بتعدي عليك وتشوفك. نروح للسؤال التالت وهو ازاي اجهز المحل. بص، محل المنظفات مش من نوعية المحلات اللي بتكلف كتير في تجهيزها، لا، هي كل العملية شوية رفوف ودهان للمكان وإضاءة عالية شوية، ويا سلام لو يكون في شفاط في المكان، ويبقى كده الدنيا بقت زي الفل. نروح للسؤال الرابع وهو إيه المعدات اللي هكون محتاجها. طبعا كلامنا هنا عن المحل اللي هيفتح في منطقة شعبية، فأغلبية المنتجات اللي عليها طلب وسحب هتكون المنتجات السائلة، فهنحتاج 5 حاجات. أولهم البراميل، ودي هنحتاج من 5 ل7 على الأقل. 2 الجمدانات، ودي اللي هي الجراكن الكبيرة. 3 الميزان، وده لا غنى عنه. 4 القلاب، وده اللي هتستخدمه وانت بتحضر المنتجات. 5 الأزايز، ودي بمختلف أحجامها، سواء اللتر أو ال2 لتر أو ال5 لتر وغيرهم، عشان هتعبي فيهم المنتجات اللي هتبيعها. نروح للسؤال الخامس وهو ازاي أقسم الفلوس اللي معايا وإيه البضاعة اللي هجيبها. عشان نجاوب على السؤال ده هتلاقيني مقسم لك الموضوع ل 13 بند عشان ما تتوهش مني. أول بند وهو تجهيز المحل، وده هيكلفك حوالي 7000 جنيه. تاني بند عدة الشغل، ودي اللي هي البراميل والجمدانات والازايز والميزان وغيرهم، ودول هيكلفوك حوالي 5000 جنيه. تالت حاجة خامات المنظفات، ودي المواد الخام اللي هتعمل منها المنتجات بتاعتك، ودي زي السلفونيك والكلور والصودا السائلة وملح المغنيسيوم واللون والعطور والمادة الحافظة والتايلوز والسيليكات، ودي هتكلفك من 20000 جنيه ل 25000 جنيه. طب لو ما قدرت اقل من كده تقدر تكلم التاجر وتتعامل معاه بنظام الوجبات. رابع بند وهو مساحيق الغسيل، ودي نوعين، عادي واوتوماتيك، وعندك اغلب الشركات بتصنع النوعين، وطبعا لازم يكون عندك اكتر من صنف لان العميل مش بيحب اللي يقيده بنوع معين، لان زي ما انت عارف في شركات كتير زي اريال، برسيل، بونكس، اوكسي، ليدر، باهي، فكل عميل بيحب او بيفضل نوع معين، فلازم توفر اكبر عدد من الاصناف تقدر عليه بمختلف اوزانه، ودي هتكلفك من 15000 جنيه ل 20000 جنيه. خامس بند سائل الاطباق، وهنا بكلمك عن صابون المواعين السائل اللي جاي معبأ جاهز مش السائل، وده برضه في منه انواع كتير، فيبا، فيري، فل. وبما ان في المناطق الشعبيه الحاجات المعبأه ديت ما بقاش عليها طلب كتير، فدي مش هتكلفك كتير، تكلفتها حوالي هتكون من 3000 جنيه ل 4000 جنيه. 6 معطر الملابس واشهر انواعه الداوني، الكومفورت، فيلفيتا وفريده، وده هيكلفك حوالي 1000 جنيه. 7 الكلوروكسات، وده في منه الابيض والالوان وفي منه الجل والبودره، وده في اكتر من شركه بس اشهرهم كلوريكس وكلوريل، والبند ده هيكلفك من حوالي 1000 جنيه ل 2000 جنيه. 8 بند وهو معطر الجو واشهر انواعه فريده، جليد، سنت، لولوا، وده هيكلفك حوالي 1000 جنيه. 9 بند وهو المبيدات الحشريه زي الراجون، بيرسول، ريد، كيروكس، وده هيكلفك حوالي 2000 جنيه. البند رقم 10 وهو مستحضرات العنايه الشخصيه، وما تستغربش وتقول لي ودي ايه علاقتها بمحل المنظفات؟ هقول لك لا، فوق وركز، دي بقت مطلوبه واساسيه، وخد بالك بتحرق معاك كتير فبالتالي مكسبها حلو، ودي منها على سبيل المثال لا الحصر: شامبو، بلسم، كريم شعر، زيت شعر، خمريات، معجون سنان، شمع، وغيرهم كتير من الاصناف، ودي هتكلفك من 15000 جنيه ل 20000 جنيه وطالع على حسب مقدرتك. البند رقم 11 الورقيات، ودي طبعا لا غنى عنها في اي محل منظفات. طب ايه هي الورقيات؟ المناديل والبامبرز والفوط الصحيه.
عندك المناديل بجميع انواعها، مناديل البكر، مناديل السحب، مناديل الجيب، والمناديل المبلله. وعندك البامبرز في منه شركات وانواع مختلفه كتير زي بامبرز، مولفكس، بيبيم، جود كير، بيبي جوي، فاين بيبي، وكيدي. واغلب الانواع دي في منها شكلين، البانتس والعاديه. وعندك كمان الفوط الصحيه في منها شركات كتير زي اولويز، صوفي، سندريلا، مولبد، برايفت. فالورقيات هتلاقيها مكلفاك حوالي 10000 جنيه. البند رقم 12 ادوات النظافه زي المقشات، المساحات، الزعافات، الرياشه، الشرشوبه، ليف المواعين، سلك المواعين. طبعا كل حاجه من دول في منها كذا نوع، فلازم تنوع وتجيب اصناف كتير من كل نوع. وادوات النظافه دي هتكلفك حوالي من 3000 جنيه ل 5000 جنيه. البند رقم 13 والاخير الصابون، وهنا اقصد الصابون القطع وزي ما بيسموه صابون الجمال زي القاميه، اللوكس، السافانا. وخد بالك ان صابون القطع في منه 3 انواع، الصابون بريحه، صابون القطع للغسيل المواعين، صابون قطع غسيل الملابس. بس النوع الثاني والثالث مش هتلاقي شغلهم موجود غير في المناطق الشعبيه وبس، ودي هتكلفك على الاقل من 5000 جنيه ل 7000 جنيه. فلو جيت تجمع كل البنود دي على بعض بالمتوسط بتاعها هتلاقيها عامله حوالي معاك 100000 جنيه. نروح للسؤال السادس وهو اجيب بضاعه من فين بسعر كويس. بعد سؤال ناس كتير فانسب وافضل مكان في العتبه وتحديدا المسكي. بس لو هنصحك نصيحه في النقطه دي، بلاش تربط نفسك بتجار العتبه، وحاول تشوف كل تجار الجمله اللي في المنطقه بتاعتك، وحاول تسال كتير عن التجار، وروح عند كل تاجر واساله عن الاسعار، وروح عند غيره وطبق معاه نفس الموضوع، وفي الاخر قارن اسعارهم ببعض، واللي انت شايفه افضل كمل واشتغل معاه، وبلاش تتكسف من حد في النقطة دي لأن ده شغل وفلوس. نروح للسؤال السابع وهو لو أنا جديد في المجال ايه اللي هكون محتاج اتعلمه واقدر اتعلمه ازاي وفين؟ تعال اقول لك. هتكون محتاج تتعلم الخلطات عشان تعمل المنتجات السايبه اللي هتبيعها. طيب اتعلمها ازاي وفين؟ عندك اكتر من طريقه ويفضل انك تجمع بينهم كلهم. الطريقه الاولى عندك التاجر اللي هتشتري منه البضاعه، اساله على خلطات بتتعمل ازاي، وبحكم انك هتبقى زبونه فهيديك كل المعلومات اللي هيقدر عليها. الطريقه الثانيه شوف محل منظفات بس يكون في منطقه بعيده عنك، واتكلم معاه بصراحه وعرفه انك هتفتح محل منظفات بس بعيد عنه، ويعرض عليه انك تشتغل معاه مده بدون اجر مقابل انه يعلمك. الطريقه الثالثه شوف قنوات على اليوتيوب بتعمل الحاجات دي وبتعلمها، وعلى فكره في منهم كتير. نروح للسؤال الثامن والاخير وهو لو انت عايز تفتح محل منظفات وشفت حاله زي دي وشفت كميه المعلومات والتعب المبذول فيها، شايف ان ده ما يستاهلش دعم منك بلايك واشتراك في القناه؟ انت ورؤيتك بقى. سلام.